السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تالتة؟ النهاردة بإذن الله هنبتدي مع بعض بأول درس في التاريخ وهو بعنوان ثورة 23 يوليو 1952. بالنسبة لثورة 23 يوليو في مؤرخين كتير اتكلموا عنها، وبالنسبة لعدد المؤرخين فاحنا هنقسمهم كده لمجموعتين، لأن في مجموعة كانوا متفقين إن الثورة دي كانت عبارة عن ليها أهمية كبيرة لأنها أثرت على كل الحركات التحريرية اللي كانت موجودة في المنطقة العربية في الوقت ده، وزائد إن كمان أثرت على كل العالم. طيب إزاي؟ لأن قادة الثورة 23 يوليو أثروا وأسهموا في تأسيس حركات دولية زي كده حركة اسمها حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. الحركة دي فيما معناها يعني إنها عاملة زي كده المنظمة بس منظمة دولية أقيمت بسبب أو على أساس إن هي ما تنضمش لأي من كتلتين لا الشرقية ولا الغربية. يعني إيه كتلتين؟ الكتلتين يعني مجموعة كده من الدول، في كتلة بنسميها الكتلة الشرقية يعني مجموعة من الدول الشرقية، وفي كتلة تانية بنسميها الكتلة الغربية. طب بالنسبة للكتلة الشرقية يعني إيه؟ يعني كده مجموعة من الدول كانوا قائمين على النظم الاشتراكية اللي كانت متحالفة مع الاتحاد السوفيتي في الوقت ده أثناء الحرب الباردة اللي كانت ضد الولايات المتحدة. أما الكتلة الغربية فكانت برضو مجموعة من الدول القائمة على نظم الرأسمالية اللي اتحالفت مع الولايات المتحدة أثناء كمان الحرب العالمية الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي. فطبعا حركة عدم الانحياز أو الحياد الإيجابي فكانت هي منظمة إلى عدم الانضمام لأي من الكتلتين الشرقية والغربية. ده بالنسبة للرأي الأول من مجموعة المؤرخين. أما الرأي الثاني من مجموعة المؤرخين فكانوا شايفين إن الحركة دي أو الثورة دي ثورة 23 يوليو ما بدأتش من أول ما تنظيم الضباط الأحرار نظموا نفسهم أو إن هم سيطروا على مقرات الجيش والإذاعة المصرية، وده بيعتبر كده مش حاجة يعني من يوم وليلة، لا ده عبارة عن تراكم كان موجود أو كان بيقوم به الشعب المصري اللي طبعا كان بيثور ضد الفساد والاحتلال وسوء الحكم والكلام ده من ثورة العربية وثورة 1919 حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952. بالنسبة لتنظيم الضباط الأحرار اللي أسسه القائد جمال عبد الناصر، بالنسبة للتنظيم ده هو كان عبارة كده عن مجموعة من الضباط من الجيش المصري نظموا صفوفهم في سرية تامة، وطبعا بهدف إن هم يقيموا بالثورة دي بهدف إن هم يقضوا على الفساد واستقلال مصر من الاحتلال البريطاني. طيب بالنسبة كده للعوامل اللي أدت إن ثورة 23 يوليو، إيه العوامل أو إيه الأسباب اللي دعت وشجعت مجموعة الضباط من الجيش المصري إن هم يقوموا بالثورة دي؟ عندي 6 عوامل. أول عامل استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر. تاني عامل هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين سنة 1948. 3 فساد النظام الملكي. 4 عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. 5 تدهور الحياة الاقتصادية لمصر. 6 سوء الأحوال الاجتماعية. كل دول بنسميهم عوامل أدت إلى قيام ثورة 23 يوليو. بالنسبة كده لأول عامل هنتكلم عنه بتفصيل صغير كده اللي هو استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر. إيه طب إزاي يعني؟ عايزين الدليل. الدليل إن في معاهدة كانت اتعقدت في سنة 1936 كان المفروض إن هم يحسوا بعد المعاهدة دي باستقلال حقيقي كده وفعلي لمصر من الاحتلال البريطاني، والعكس صحيح. حصل إيه؟ حصل إن لسه ما زال في تدخل الاحتلال البريطاني في شؤون مصر الداخلية. طب إيه الدليل؟ لأن مجموعة من قوات الاحتلال البريطاني قاموا بحصار قصر عابدين في فبراير 1942 وأجبروا الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. فأنا هنا سؤالي، دلل لم تحقق معاهدة 1936 الاستقلال الحقيقي لمصر. الدليل حيث قامت قوات الاحتلال البريطاني بحصار قصر عابدين في فبراير 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. طيب بالنسبة لتاني عامل اللي هو هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948 ميلادية. بالنسبة لوضع مصر أو وضع الجيش المصري وإن هو انهزم في حرب فلسطين فده بيرجع لعدة عوامل. يعني كان من ناحية إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانوا بيدعموا إسرائيل وما كانوش هيسيبوها، زائد إن كمان إن الجيش المصري والجيوش العربية اللي دخلت الحرب ضد إسرائيل في التوقيت ده ما كانتش مستعدة استعدادا عسكريا للحرب.
فهنا سؤالي: بما تفسر هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948 ده بسبب دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإسرائيل؟ 2. عدم استعداد الجيش المصري والجيوش العربية عسكريا للحرب. بالنسبة لتالت عامل وهو فساد النظام الملكي. ليه؟ لأن كان في استبداد من الملك فاروق بالحكم، زائد إن كان في حاجات بتنتشر في التوقيت ده اللي هو الرشاوي، زي اللي حصل كده في صفقة الأسلحة الفاسدة. فأنا سؤالي هنا: دلل فساد النظام الملكي. إزاي النظام الملكي في التوقيت ده الملك فاروق اللي كان بيحكم مصر كان مستبد أو كان فاسد؟ ده حيث تمثل فيه استبداد الملك فاروق بالحكم. 2. انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. بالنسبة لرابع عامل وهو عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. طبيعي جدا بسبب إن كانت مصر مخضعة أو تخضع للاحتلال البريطاني، زائد فساد النظام الملكي اللي اتكلمنا عنه، زائد كمان فساد الأحزاب السياسية وزيادة الصراع بينها من أجل الوصول إلى الحكم. بالنسبة لخامس عامل وهو تدهور الحياة الاقتصادية. بالنسبة للوضع الاقتصادي في مصر إزاي تدهور اقتصاديا؟ لأن توقيع معاهدة 1936 يا سنة تالتة أدت إلى إن مصر كانت عبارة عن ميدان كده للمعارك الحربية التانية، زائد كمان إن مصر بتستنفذ من ناحية الموارد لخدمة بريطانيا وحلفائها، واللي ترتب عليه إن أدى إلى إرهاق الاقتصاد المصري وزيادة معاناة أفراد الشعب. فأنا هنا كمان ده عامل من عوامل اللي أدت إلى قيام ثورة 23 يوليو 1952. آخر عامل وهو سوء الأحوال الاجتماعية، ده بسبب إن كان في صراعات سياسية بين الأحزاب، وطبعا كمان ظاهرة الإقطاع. يعني إيه ظاهرة إقطاع؟ لامتلاك فئة صغيرة أو عدد قليل من الملاك لمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، دي بنسميها كده إقطاعيات، وتسخير طبعا الفلاحين في زراعة الأراضي دي أو الإقطاعيات دي، ده بنسميه الإقطاع. ظاهرة الإقطاع دي أدت إلى سوء الأحوال الاجتماعية، مما جعل فئة صغيرة تمتلك وتستبد، مما أدى إلى انتشار ظاهرة الفقر والجهل والمرض. مجموعة الضباط أو تنظيم الضباط اللي أقيم بتأسيس جمال عبد الناصر طبعا كان ليهم عدة أهداف، كانوا حاطين كده أكتر من هدف قصاد منهم ولازم ينفذوا الأهداف دي طبعا بثورة 23 يوليو. إيه الأهداف دي؟ إن هم يقضوا على الاستعمار وأعوانه، الإقطاع، الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، زائد إن هم يقيموا أو إقامة إيه؟ إقامة جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.